نشرة إخبارية نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس المجلس الأوروبي على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا. هيئة الطاقة النووية الإثيوبية تصرح أن الطاقة النووية ستوفر لإثيوبيا مصدرا موثوقا للطاقة يدعم مسيرتها الصناعية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. عقد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد اجتماعا ثنائيا مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على هامش مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا. ركز على تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع نشر رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد تفاصيل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. كما كتب رئيس الوزراء: بناء على العلاقات القائمة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، وقدت اجتماعا ثنائيا مع أنطونيو رئيس المجلس الأوروبي، وأكدنا التزامنا بتعميق التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة. ويمثل هذا الاجتماع استمرارا للتواصل الدبلوماسي بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، مستفيدين من المنصة متعددة الأطراف التي يوفرها اجتماع مجموعة العشرين لتعزيز العلاقات الثنائية. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أنه عقد لقاء مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية مؤتمر مجموعة العشرين التاريخي الذي تستضيف إفريقيا للمرة الأولى، مشددين على دوره في تعزيز الحضور الإفريقي في الملفات الاقتصادية والتنمية العالمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عشية اجتماع قادة دول مجموعة العشرين عقد لقاء مع رئيس الدولة المضيفة سيريل رامافوزا تم خلاله تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز حضور إفريقيا وتمثيل مصالحها المشتركة داخل المؤتمر. وأضاف أبي أنه تناول مع الرئيس رامافوزا مجموعة من الأولويات المهمة، وفي مقدمتها ضمان أن يكون صوت إفريقيا موحدا وفعالا في هذا الحدث العالمي. صرح رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا بناء مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، جرى خلاله التركيز على التعاون في مجال العمل المناخي وبحث القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، وإلى جانب مناقشة فرص الاستثمار لتعزيز الشراكة ودعم النمو المستدام. وفي خبر مماثل، عقد أبي أحمد اجتماعا مثمرا مع الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، ومن خلال الجلسة تناول مجموعة من القضايا بما في ذلك الشراكات الاقتصادية والثقافية والتنمية المستدامة والتعاون في مجال العمل المناخي. التقى رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد برئيس البنك الدولي أجاي ناجا
على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وركزت النقاشات حول الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإثيوبيا. وكتب رئيس الوزراء على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: دائما ما كان من دواعي سرور لقاء أجاي بانجا رئيس البنك الدولي والصديق المقرب لإثيوبيا. وقال رئيس الوزراء: ناقشنا الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لإثيوبيا، بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية في مجالات الصحة والطاقة والمناخ. ومن جانبه آخر أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي مناقشات ثنائية استراتيجية مع قادة من الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية وأستراليا خلال قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا. ونشر رئيس الوزراء آخر المستجدات على منصته الرسمية للتواصل الاجتماعي اليوم، واصفا هذه التفاعلات بالنجاحات للغاية. صرحت هيئة الطاقة النووية الإثيوبية أن الطاقة النووية ستوفر لإثيوبيا مصدرا موثوقا للطاقة يدعم مسيرتها الصناعية وخططها للتنمية الاقتصادية. وقال نائب مفوض الهيئة عبد الرزاق عمر في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي إن اعتماد الطاقة النووية سيسهم في ضمان تزويد البلاد بطاقة مستقرة تسهم في الانتقال نحو النمو، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك أيضا إمكانات واسعة لدعم بناء اقتصاد رقمي حديث. كما أوضح أن إثيوبيا باعتبارها دولة كبرى قررت الدخول في مجال تطوير الطاقة النووية لتعزيز قدراتها الصناعية. وأضاف أن العديد من المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي قيد التنفيذ في هذا القطاع، وأن برنامج الطاقة النووية يتطلب مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية. كما أكد نائب المفوض أن إنشاء هيئة الطاقة النووية الإثيوبية حديثا شكل خطوة مهمة، لافتا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل تنفيذ خطط تقنية تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة. فاز رئيس البنك التجاري الإثيوبي السيد أبي سانو بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2025 من الجمعية الدولية للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، إبرة لقيادته في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد وإفادة المجتمع. وقد تم تكريم أبي لدوره في وضع الإطار القانوني لتقديم الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد في إثيوبيا، مما قاد البنك إلى إطلاق الخدمة كشركة رائدة والعمل على تحقيق الشمول المالي الذي أفاد المجتمع بالخدمات المصرفية الكافية. وبالإضافة إلى ذلك، في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد 11 منحت خدمة سي بي نور التابعة للبنك التجاري الإثيوبي جائزة أفضل خدمة مصرفية خالية من الفوائد في شرق إفريقيا. وفي هذا القطاع احتلت إثيوبيا المرتبة 27 من بين 80 دولة متنافسة عالميا، متجاوزة دول مثل المغرب ونيجيريا وكينيا، بينما احتلت المملكة العربية السعودية وماليزيا وإيران المراكز من الأول إلى الثالث. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس المجلس الأوروبي على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا.
هيئة الطاقة النووية الإثيوبية تصرح أن الطاقة النووية ستوفر لإثيوبيا مصدرا موثوقا للطاقة يدعم مسيرتها الصناعية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله ورعايته.